نقصوا الصوت ديالنا. وبالتالي هذا الوقوف اليوم هنا جا بعد ما القوات ديال القمع في هذه البلاد كنا نتمناو نسميوهم الامن الوطني ونسميوها السلطات المحليه، لكن مع الاسف الواقع يثبت بان هذه القوات هي قوات ديال القمع. الحاجه الوحيده اللي كيتقنوها هما يقمعوا عباد الله وما كيخليهمش يحتجوا، كما داروا لنا هاد الايامات لهيه وجابوا جحافل متنوعه من جميع انواع ديال القوات ديال القمع، وكاننا هنا في بنغازي ولا في شي مدينه في العراق اللي ما عرفتش شنو واقع فيها. جابوا لنا الكره ديال السيمي وجابوا لنا الكره ديال المخازنيه وجميع انواع ديال البوليس العلني والسري اللي جالسين في القهاوي، هادو اللي جالسين مورا القهاوي، هادو اللي جالسين في السماء، هادو اللي جالسين في الارض، وكاننا ما عرفتش شنو بغينا نديروا في هذا البلاد، مع العلم ان فقط بغينا نحتجوا وبغينا نقولوا لقد وصلت العظم، وبان راه ما بقيناش قادين نسكتوا، وبان من هنا لقدام ما كاين غير الاحتجاج، وبان العصا وبان الحباسات في هذه البلاد ما حلوش المشكل. ولا مخزن مالك مخلع، مخزن مالك مخلع، تظاهر حق مشروع، ولا مخزن مالك مخلع، ولا مخزن مالك مخلع، تظاهر حق مشروع، تظاهر حق مشروع. ومره اخرى الاخوان والاخوات المناضلات والمناضلين وعموم الجماهير اللي حاضرين معنا هنا، مره اخرى كتبينوا لهاد الناس لهاد السلطات اللي بغات تفهم بانكم حضاريين وبانكم سلميين وبانكم في مستوى الاحتجاج، لان راه جالسين كنحتجوا ما وقع حتى شي حاجه، غير كيعطيوناش باتساع كيكون كلشي بخير وعلى خير. وبالتالي كنطلبوهم بانهم يركزوا الجهود ديالهم عوض ما يقلبوا على البوليس والسيمي ويطلعوا عباد الله ويخلعوهم ويطلقوا الاشاعات ويقولوا هذوك راه بغاو يخربوا، لا وهذوك راه ضد الملك، راه هذوك ندعمهم بوليزاريو، ندعمهم الجزائر، ندعمهم بنغلاديش وما عرف شنو اخر. نقول لهم سيروا فكروا شي شويه وقلبوا كي غادي ديروا، جاوبوا الحلول المشاكل اللي مطروحه في هذا الشعب وتحكموا الناس اللي كلاو البلاد. اذا مره اخرى كنحييكم على الصمود وعلى الحضور ديالكم. بالنسبه للقضيه ديال القضاء، راه الاخوان ملي كنقولوا استقلال القضاء في هذه البلاد لان القضاء غير مستقل، وغادي نهضر بالخشيبات وبالوضوح باش نكونوا واضحين. في الدول الديمقراطيه كاينه ثلاثه ديال السلطات، كاينه السلطه التنفيذيه اللي هي الحكومه، كاينه السلطه التشريعيه اللي هي البرلمان كيشرع كيدير القوانين، وكاينه السلطه القضائيه اللي هي القضاء. وهذه السلطات من المفروض انها سلطات مستقله كل واحده على الاخرى. فالمغرب ما عندنا حتى وحده من هذه السلطات، عندنا اجهزه لا تقع حتى الى مستوى السلطات. عندنا جهاز الحكومه، عباس فاسي ما تيحكمش غير باش نكونوا واضحين، وهذوك الوزراء اللي معاه ما تيحكم فيهم حتى شي واحد، راه كيتسناو تعطيهم التعليمات من عند المستشارين ديال الملك ومن ناس اخرين. عباس فاسي راه ما كيديرش، راه جثه هامده، راه محطوط تما غير البروتوكول باش نكونوا واضحين. هذا بالنسبه لهذا. البرلمان البرلمان راكم عارفينه، البرلمان راكم عارفين شكون هو البرلمان، شكون هي المجالس. البرلمان مجموعه ديال الناس اللي عندهم بزاف ديال الفلوس واللي رجعوا عباد الله لان لعبوا على الفقر ديال المغاربه. هذا شراوه بالمرقه، هذا شراوه ب1000 فرنك، هذا شراوه بالوعود، هذا قال لك نوظف فيك ولدك، هذا غنوظف فيك بنتك، لكن ما كيمثلوناش. راه هذوك اللي في البرلمان ما كيمثلوناش. هذا بالنسبه لهذاك البرلمان. بالنسبه للقضاء، وهذه هي المعضله الاخوان، القضاء المغربي غير مستقل نهائيا. شنو هي غير مستقل؟ هو ان القاضي هنا في خنيفره ووكيل الملك هنا في خنيفره ما كيحكمش بالقانون وبالنصوص وبالقانون الجنائي وبالقوانين اللي قدامه. هذه كيطبقها على المواطنين. هذا شدوه سرق الدجاجه، هذا شدوه بواحد شي شويه ديال الحشيش في الجيب، هذا دابز مع هذا. وحتى هذه راسها فيها مشكل اخر ديال رجعوا الفلوس، اللي عطى الفلوس كيدوز، اللي ما عطاش الفلوس كيمشي. وجيب الشعب اخوه، بركه من الرشوه، جيب الشعب اخوه، بركه من الرشوه، جيب الشعب اخوه، بركه من الرشوه، جيب الشعب اخوه، بركه من الرشوه. هذه فيما يتعلق بالنزاهه. نفرقوا ما بين جوج ديال الحوايج، ما بين نزاهه القضاء وما بين استقلال القضاء. كاينين قضاة النزهاء هنا في خنيفره، ما نديروش كلشي في سنه وحده. كاينين واحد 3 ولا 4 ديال الناس هنا معقولين سيريو خدامين، راكم ربما كتعرفوا بعض منهم، ما غاديش نذكر اسماء. هادو نزهاء كيقدر ما كيشدش رشوه، الملف كيحكموا كما تنزل قدامه. ولكن اذا تحت قدامه ملف كبير اللي كيتعلق باستقلال القضاء ما كيبقاش في الدين. غادي نهضر معكم بالخشبات بالوضوح. حفصه ام حزون، حفصه ام حزون اش دارت؟
كلات ولدها كلا الولاد الشعب فاقلموس كلا لهم 26 مليون. قالوا ما نوظفكم في البوليس وفي الامارين. هادوك الشباب جاو عندنا لهنا الجمعيه، حطوا الملفات ديالهم بالشهود بالحجج بالادله كلشي صحيح ماضي. مشات المحكمه لدرجه ان كاين نائب برلماني سابق شاهد حتى هو في هذا الشيء ودلب الشهاده ديالو. مشات الدعوه للمحكمه، وكيل الملك تنهضروا معاه تيشد راسو تيقول لك عافاك تزاكلوا معايا هادشي راه ما نقدرش عليه. علاش؟ لان وكيل الملك ما يقدرش يتبع هذا الملف حتى النهايه ديالو. اكثر من هذا الشيء قضيه التحقيق من بين القضاة النزهاء في هذه البلاد هذه استدعاو ولد حفصه في اطار التحقيق. ولد حفصه ما بغاش يجي لعندو، استدعاو وفجا ليه اكثر من 100 استدعاء، ما بغاش يجي لعندو. صيفط البوليس يعتقلوه. حفصه جرات على البوليس، جرات على البوليس. هذوك البوليس اللي تيعصيونا حنا لهي جرات عليهم حفصه لهي. استفزازات، اعتقالات، نضالات، استفزازات، اعتقالات، تؤجج النضالات، استفزازات، اعتقالات، تؤجج النضالات. وحنا بالمناسبه بقدر ما كنديروا ذاك القمع الهمجي اللي داروا لنا البوليس اللي ولا كيقمعوا ولاد الشعب، بقدر ما كنضامنوا معهم ذاك الشيء اللي دارتهم حفصه. حفصه مجرمه خصها محاكمه وغير خليفه طلعت البشاره. حفصه مجرمه خصها محاكمه وغير خليفه طلعت البشاره. حفصه مجرمه خصها محاكمه. اكثر من هذا الشيء ما بقاتش في البوليس مساكين ما فيدهمش. قضيه التحقيق فاش زرات على البوليس وجات ما كفاهاش جرات على البوليس، هزات الطوموبيل ديالها دخلات عند قضيه التحقيق في المحكمه خنيفره. وكتعرفوا ما ادراك ما قضيه التحقيق، كيقدر يدخل عنده من اجل التحقيق يعتقلك تما هذيك الساعه وبقى يحقق معك وانت راه الاعتقال. دخلات عنده البيرو ديالو قالت ليه انت غتصيفط البوليس عندي الدار ديالي لولدي. بعات معاه شبعاتو سبان وشبعاتو كذا، هو هرب مسكين خاف. السيد حاضر التحقيق واصل المحكمه والقانون تيقول الاعتداء على موظف اثناء قيامه ومزاوله مهامه. خرج للكولوار كيستنجد بالمواطنين المساكين اللي تمايا، هي شاده كتكرس عليه. خرج وكيل الملك، خرج الرئيس المحكمه كيقول لهم تحملوا مسؤوليتكم. السيد وكيل الملك عندك الحق، القانون كيعطيك صلاحيه انك اعتقلها راه كتضربني، هي كتضرب قضيه التحقيق تعتدي عليه. وكيل الملك دار بحال ما سمع والو، مشى للبيرو ديالو تيقول والله يهديك انت، الله يهديك السي القاضي. محاكمه فوريه وحفصه المجرمه، محاكمه فوريه وحفصه المجرمه. علاش دابا السؤال غادي نجيو السؤال، علاش السيد وكيل الملك ما قدرش يدير هذا الشيء؟ واحد الراجل تنعرفوه تندخلوا عنده بزاف في اطار ملفات عباد الله، راجل معقول وبغى يخدم ولكن مسكين ما قطع على الصداع، لانه كيعرف بان الجهاز ديالنا القضائي غير مستقل وخصو يتسنى، خصو يعيط على وكيل العام في الكناس يقول له ودي راه حفصه راه هنا واش غندير؟ كنفوز على قضيه التحقيق اش غندير؟ وكيل الملك وكيل العام ديال جلاله الملك في مكناس حتى هو ما في يديش، خصو يتصل بالرباط. السيد وزير العدل بصفته هو الرئيس المباشر ديال النيابه العامه، اتصل بالسيد وزير العدل، السي راه حفصه خليفه راه كتكرس على القود، خلي عليك المواطنين ما تهضروش عليهم البوليس. وقضيه التحقيق راه قضيه التحقيق من بدا توصل للمحكمه بحضور عباد الله والشهود، اش غادي ندير؟ السيد وزير العدل لا بلاتي عافاك المستشار راه كاين، شوف اتصل بمعتصم والمستشارين د الملك اش غادي نديروا؟ خليو داك الجبل بارك والشريفات تمشي بحال هاد الدار ديالها في انتظاري وانتظار ولحد الان مازال ما كاينه حتى حاجه. علاش؟ بغينا قضاء مستقل ماشي قضاء التعليمات، بغينا قضاء مستقل ماشي قضاء التعليمات، بغينا قضاء مستقل ماشي قضاء التعليمات. علاش؟ لان القضاء غير مستقل والقضاة غير مستقلين. عرفتوا هاد الايامات طاليان هذاك بيرلسكوني هذاك الارهابي بيرلسكوني ديال الوزير الاول ديال طاليان عنده شي مشكل ديال الاستغلال ديال شي بنت قصير مغربيه عايشه في طاليان، وراه استدعاه القاضي، غير القاضي ديال ديك الحمى فاش ساكن بيرلسكوني استدعاه، راه غادي يمثل قدامه هاد الايامات ما عرفوش 12 ولا 14 فبراير بيتو افريل باش يحقق معاه في انه يستغل النفوذ ديالو كوزير الاول باش يستغل واحد البنت مغربيه. وفي حاله الا تبتات على السيد الوزير الاول ديال ايطاليا وحده من الدول السبع العظمى في العالم غادي يمشي عنده 12 عام ديال الحبس، الوزير الاول ديال ايطاليا
هذا هنا كنهضروا على استقلال القضاء. اكثر من هذا الشيء تنقولوا الاخوان البوليس اللي راهم هنا كثار حاضرين معنا بزاف بان واحد الشرطي ديال المرور في الدار البيضاء مواطن مغربي شرطي بالكسوه ديالو والفردي ديالو واقف في الرومبوان تيدير لا سيركيلاسيون. جا واحد السيد بواحد الكاطكات كبيره ما عندها لا نمره لا بلاكه لا سميه لا حتى حاجه وحرق الفروج. السيد الشرطي ديال المرور وقفوا قال لي ودي وقف راك انت حرقتي الفروج شو عليك. قال لي واش دابا حتى نتوما البخوش كتوقفونا حنا اكثر من هذا الشيء. القضيه ديال اليعقوبي، هذا اليعقوبي شكون هو؟ هو راجل عمة الملك اجدر السي اليعقوبي. هذه كاينه دابا يلاه في شي دول في امريكا اللاتينيه. جبد الفردي ديالو وتيرا في البوليسي باق رجليه ماشي راك معروف راه كتبوا عليه الصحافه. هادشي غير العام اللي فات السي اليعقوبي ما كاينش اللي قاسو كيجبد فردي كيتيري في مواطن. ما كاينش شي قاضي في الدار البيضاء ولا شي قاضي التحقيق ولا شي وكيل الملك اللي قادر يهضر معاه. دابا غير نقول دابا حنا غير كان واحد المساله هما غير جوج ديال الحوايج نعرفوها غير ما بقاوش يكذبوا علينا في التلفزيون ديالهم. هذاك الاسم وهذاك الدوزي بلا ما بقى يتفرج فيها حتى شي واحد ما يبقاوش يكذبوا يقولوا ديروا المغرب ديالنا الديمقراطيه وحق يسار وكاين تقدم والعهد الجديد وهذا الشيء كامل. ما بقاوش يكذبوا علينا واحد غير يجيو يحلوا المشكل تحصل دابا هنا وانا غادي نقول لهم فيف لو ماروك بخير حنا احسن من فرنسا. غير دابا يلاه يجيو يحلوا المشكل تحصل هو هنا يحلوا المشكل اليعقوبي. يقيسوا اليعقوبي وما قادرينش يقيسوا حفصه لان اليعقوبي وحفصه تيقولوا حنا مقربين من القصر الملكي. هي كتقول لهم انا خالة الملك ويعقوبي راجل عمة الملك. ما كاينش شي وكيل الملك ولا قاضي التحقيق اللي قادر انه يقيس هذا الشيء لان تيخاف على راسو. تيقول غدا غادي يديروا ليه هكا يقول ليه يلاه انا الوكيل دخلني في راسي لشي بلاصه اللي كيعتبروها هما حنا كنعتبروا مغربنا واحد وهما كيعندهم المغرب النافع وغير المغرب النافع وتيصيفطوا غير المغرب النافع سميتو تمايا يزوطوه بالفن. هو مسكين باغي الترقيه وباغي يترقى الى اخره دونك كيعطيش بالاتساع لهذا المد. عرفتوا الاخوان في مريرت حفصه بغات دير شي راجل كبير تمايا في مريرت النوري بغات دير الارض كيحرثها لي 40 عام. جا لا اشري فرا الارض ديالي 40 عام انا كنحرث فيها. جات تما ضربات وصرفقات وعيطات على الجدرميه وصرفقات الراجل الكبير قدام الجدرميه. قالت لهم الجدرميه ديوه الجدرميه واخا السيد هو اللي مظلوم خصهم يديوها هي داوه. وصلوا سدوا عليه في البريكاد هذا راه محضر عندنا محضر مكتوب ديال الدرك الملكي مطبوع فيه لا جدن فلان والملازم فلان وفلان. داوه دخلوه للمحكمه دخلوه للحبس في الزنزانه ديالهم تما في البريكاد ديال مريرت. هي توقف عليهم بالكاط قالت لهم عرفتوا شنو راه الا طلقتوه راه غادي نقتلو وغنريب لكم هاد الخربه. اش دار لا جدان ديال البريكاد مريرت كتب وقد اعتصمت السيدة أمام مقرنا وهددت بقتله إذا ما نحن أطلقنا سراحه. فاتصلنا بالسيد فلان نائب وكيل الملك بمريرت وأخبرناه بالنازلة فأمرنا بالاحتفاظ به حفاظا على سلامته. رفضنا الجاه